واحد حرامي بيسرق موبايل من واحدة خادمة نيجيرية في القاهرة الجديدة وهو بيهرب راح مات. تعال اقول لك ايه اللي حصل. الواقعة ديت حصلت في القاهرة الجديدة. واحدة خادمة نيجيرية ماشية في الشارع بمنتهى الهدوء وماسكة موبايلها، جه واحد حرامي راح خاطف منها الموبايل وطلع يجري. الموضوع ما استكاش عليه تماما، وكل الناس اللي كانوا موجودين في المكان دوت طلعوا يجروا ورا الراجل، ولكن اتفاجئوا ان الدورة الدموية عنده نزلت تماما، يعني ما تعرفش بقى من كتر الخوف ولا ايه. المهم حصل له هبوط حاد في الدورة الدموية، وبدل ما كانوا بيجروا وراه وعايزين يمسكوه نقلوه طبعا وتعاطفوا معاه، نقلوه للمستشفى يعني في حالة تعاطف زي ما بقول لكم كده معاه. ولكن على ما راح المستشفى كان توفى تماما. واقعة غريبة جدا من نوعها، يعني مش عارفين بقى نقول ربنا يرحمه ولا ايه وهو حرامي. ولكن برضو خلينا ندعي له في كومنتات ربنا يرحمه بقى ويتوب عليه ويغفر له على اللي عمله دوت. وانتوا قولوا لي ايه رأيكم في الواقعة ديت في كومنتات.